مدينة تمارا. أول خروج إعلامي للسيدة اللي تعدى عليها جار ديالها بعد الفيديوهات المسربة أثناء الاعتداء. حنا دابا حاليا كنتواجدوا في المنزل ديال السيدة. عاودي لنا شنو واقع لك. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أميمة من مدينة تمارا. هاد السيد هذا حنا مشروكين أنا وياه في هاد الدار نسبة 50%. أنا عندي الطابق السفلي، هو عنده الطابق الأول، وعاد 50% في السطح، يعني كنتسال في السطح. من موراها سيدي، هاد السيد هذا ديما تيجبد صداع ما بيني انا ومع خويا، يعني تيحاول يبروفوكينا باي طريقه. يعني الجنازه ديال الام ديالي دابا تمت عليها عام ديال الوقت. فاش بغينا نديرو، فاش بغينا نجيبو الغساله تغسل الام ديالي، قال لها ما تدخليش. يعني تيحاول انه يجبد صداع باي طريقه. الجنازه دازت ناقصه، يعني ديما منوض صداع باش حنا نوضوا ليه، باش حنا نجبدوا معاه صداع، باش هذيك الساعه هو يوصل داكشي هو اللي بغا. من موراها سيدي، هاد الفيديو اللي هو نشر، ورا بارطاجاها مع الناس غير باش الناس يتصدامنوا معاه وما عارفينش الحقيقه شنو وقع. المشكله سيدي اللي وقع سيدي هو ان هاد السيد ظالم. الاخ ديالي ديما تيحط الموتور ديالو تما. هاد السيد هذا جاب الطوموبيل، هضر معايا قال لي غتحيدي الموتور. قلت له راه ما يمكنش لي انا نحيد الموتور، يعني حنا راه عندنا النسبه ديالنا وعندنا الحق ديالنا. وزيدون هذا راه الملك العمومي، يعني راه ما عليا لا عليك. انا باغي تحط الطوموبيل نقول لها ديها لشي كراج، المهم شغلك هذاك. هو بقى تيعاير وتيسب وعاير ليا الام ديالو وهي ميته. قال لي انا راه لقينا الجنازه ديال الام ديالك وما صورتي والو، وطلعت من فوقك وما صورتي والو. يعني هو ديجا حاول انه يتعدى عليا. ومشينا سيدي عند البوليس، والاخ ديالي عامر دمايات، وانا كل حالتي حاله، يعني مكرفص عليا، مقطع عليا حوايجي ومعدي عليا. منين مشينا عندهم كيشوفوا خويا في هذيك الحاله وقالوا لنا واش كاين الصلح. انا بغيت غنفهم، يعني ها هو السي القايد مع كل احتراماتي ليه، صرفقاتو مرا ومشات بعامين ديال الحبس، وخويا اللي مخشي فيه طرنوفيس في راسو وبقى ليه المخ ديالو يبان، وانا كل حالتي حالو معدي عليا ودخل عليا حتى للدار، ومازال حد الان ما تعتقلش. مازال حد الان ما داروا معاه حتى شي حاجه، ما حقي مازال ما تخادش. واخا شحال من عام وانتم في هذا المشكل من 2013. من 2013 وحنا في هاد الصراعات. هاد الشيء كامل على قبل السطح، مانعني باش نطلع للسطح. هاد النزاع كامل علاش؟ باش حنا ما نطلعوش للسطح. يعني راه داير لينا امتناع على الباب، راه حط باب لا سيكوريتي في الدروج، باب ديال الحديد في الدروج حاطو. باني بنايات عشوائيه في السطح. هاد الشيء باش انا ما نهضرش، منين انا اتخذت الاجراءات القانونيه معاه صافي ولا تيقلب على السبه باش انه يغرقني في الحبس. وانا عندي ولد عنده 3 سنين، ما قاداش انا على هاد المشاكل كامله. السيد راه عنده 80 عام، انا يلا عندي السيد عنده 80 عام، وانا يلا عندي 27 عام. ولادو تيجيبوه لي انا في الطريق باش انه يكون السبه على يديا باش هما ياخذوا الدار. هذه هي الحيله ديالهم. هادشي اللي باغين هما من لافان. حيت دابا هو الفيديو ديالي هو اللي بارطاجاه ليا انا في المواقع التواصل الاجتماعي، الاب ديالهم، باش انا نوض نجبد معاه الصداع. كما قلتي شنو بعض الفيديوهات تسربوا بالامس مواقع التواصل الاجتماعي اللي دارت ضجه. نعم. داكشي اللي جانا نجيو نعرفوا الواقعه كيفاش وقعت. هاد الفيديو سيدي، الواقعه ان هاد السيد هذا جاي من الخدمه. انا الاخ ديالي حاط الموتور، يعني جا هو من الخدمه. انا كنت خارجه نشوف ولدي حيت كان كيلعب حدا الباب. منين انايا هضرت معاه قلت لي خويا اش كدير، نزل هو من الطوموبيل قال لي غتحيدي الموتور باش انا نبلاصي الطوموبيل. قلت لها انت راه عطا الله البلايص فين تبلاصي، ما بانت لك غير هاد البلاصه خويا. دابا راه حط الموتور صافي بثلث ساعه بخرى. قال لي لا، وانا دابا بقى تيسب فيا وتيعاير. يعني انا ما كرهتش، شكون غير كانت الكاميرا فيها الصوت. منين انا هضرت معاه بادب بكل احترام قلت لي الله يجازيك بخير، هذا اول حاجه الملك العمومي، لا عندك لا انت حق ولا انا حق. ديها سيدي الباركينغ وحطها. اصلا انت كتحط لي الطوموبيل مفيكسي ليا مع الشراجم، دخاخن ساعات المكانه هو طارق الطوموبيل، دخاخن كامله كتطلع عند كتدخل عندي الشراجم. منعني باش حقي في التهويه في السطح، منعني حتى باش نحل الشراجم تعدو هذا. واخا عاودي لينا كيفاش قلتي دخل عليك اغتصب. نعم،
دخل عليا سيدي هي فاش حنا لقينا حنا الساروش مخشي لينا حنايا في الباب مهرسين لينا هما ساروش باش حنا نوضوا نبقاو ندابزوا معاه. هبطنا الكوميساريه هضرنا مع الناس المسؤولين تما عطيناهم الملكيه كنتبتوا بان حنا راه الدار ديالنا. قالت لي صافي منين الدار منين سيدي هبطت عند المسؤولين اللي في السونطرال في الشيخ الضاوي قالت لي صافي سيري فرعي الباب منين الدار دارك صافي ماشي مشكل بلا ما نخرجوا معاك حنا سيري فرعي الباب. انا صافي داكشي اللي قالت لي مشيت طبقته مشينا فرعنا الباب هما هبطوا لينا كاملين. منين هبطوا بنتو كتصور فيا بالتليفون قلت لها اختي راه ما عندكش الحق تصوريني ما عندكش الحق انا في قاع داري ما تصورينيش وبنتو داك الساعه راه حامله. منين هضرت معاه باداب قلت لها حيدي التليفون باهم طار عليا دخلني لهنا للدار بناتو شدوا خويا هو استغل داك الظرفيه تعدى عليا حيد لي حوايجي من التحت شادني من هنا بيدي حاكمني في عنقي. الاخ ديالي بغى يعاوني بنتو شنو دار شدا الطرونفيس وخشاتو ليه في راسو كله دمايت نفشر ودابا كون مات فين غادي نوليو. هادشي كامل حيت انا في الاول هبطت لعند البوليس وقلت لهم يلا خرجوا معايا ديروا معايا بعدا غير معاينه باش نحس براسي حتى انا راني محميه. ساعه ما داروا معايا والو منين انا جيت وتنحل باب داري ما داروا معايا والو. دابا سيدي انايا راه وليت في خطر انا والابن ديالي والاخ ديالي ديما كنتعرضوا حنايا دابا ديما للتهديد وغتخرجي من الدار باي طريقه سواء غتخرجي بخاطرك سواء غتمشي للحبس المهم باي طريقه غتخرجي. وداك الشيء اللي كان باغي راه وصل ليه. يعني كيف ما كتشوفوا في الفيديو انا منين هو راه كل فعل ردت فعل. انا هو تعدى عليا هو الاول هو بقى كيعاير ليا في الام ديالي وقال لي انا طلعت فوقك وما صورتي والو صافي بهذا قال لي طلعت فوقك وما صورتي حتى حاجه. والدليل في داك ها هو باقي دابا لحد الان تيدور حدايا. صافي هادشي اللي كاين سيدي ان هاد السيد راه متعدي وفايت الحدود ودابا لحد الان راه باقي دابا لحد الان تيدور وما عندوش مشكل. قال لي انا راه طلعت فوقك وما صورتي حتى حاجه وانا حقي مازال ما تخدش هادي راه عام وتقريبا عام و5 شهور مازال ما كاين والو. والسيده هاي اللي استرفقت القيد مع كل احتراماتي ليها هاي دابا تحكمات عليها بعامين. وخويا اللي تضرب بطورنوفيس ها هو كله دمايات وهبطنا للكوميساريه وقال واش كتقلبي على الصلح. انا ما باغاش الصلح انا باغا حقي ما باغا لا صلح لا والو. دابا السيدي منين ما تاخذوا معاه حتى شي اجراءات قانونيه السيد صافي راه ضغط يقول لي انا راه يدي طويله وما غتصوري حتى حاجه مع العلم انني انا راه خدامه غير على قد الحال بسبب هذا الفيديو اللي هو اللي نشر ليا في مواقع التواصل الاجتماعي. صافي جراو عليا من الخدمه خويا توقف من الخدمه ودابا تا ولدي مهدد انه يخرج من لاكريش من تيقرا بسبب الفيديو. نعم بسبب الفيديو اللي انا كنت كنتصور منه طريف ديال الخبز باش انا نعيش هذا الابن ديالي ونعيش انا نعيش بالحلال. ولكن السيد صافي راه حرم ليا رزقي بسبب هذا الفيديو. انا كناشد ما كرهتش ناشد سيدنا ولكن واش انا في كل دقيقه غادي نبقى نقول سيدنا راه السيد راه خشى ليا مسمار في راسي سيدنا راه هذا وحل يسار واش راه سيدنا راه معين مسؤولين باش انهم هما يقوموا بهذه الخدمه هذه. والله يشافيك سيدنا. انا كناشد المسؤولين العامل يجي يدير معاينه ويجي يشوف شنو طاري في هاد البلاد وراه عنده بناء عشوائي وهذا الشيء كامل دابا تصدع لي نايض على قبل هاد السطح انا ما نطلعش ليه. هاد الشيء كامل دابا هو دايرو باش انه يتلف في المغزى فين غاديه. هاد السيد هذا راه باني بناء عشوائي بدون رخصه وكيتحداك السيد العامل. انا راه فين ما تنقول انا راه غادا عند السيد العامل ولا غادا المقاطعه ولا غادا الملحقه تقول لي ما غتصوري والو. الملحقه السابعه الملحقه السابعه اللي في تماره مسيره جوج. مشيت عند السيد القايد ما مره ما جوج ما ثلاثه ما دار معايا حتى حاجه تيقول لي راه ما عندي ما ندير لك. حيت هذا السيد هذا راه سولت عليه واحد السيد كاين في المقاطعه وقال لي يا بنتي هذا راه ما غيصلحش ليك راه من 2003 وهو تيجي لعندنا تينوض معنا صداع وحنا فايتين مشينا عنده في 2003 وراه كان غير قتلنا. هاد السيد راه خطير راه ما غتقدري ديري بهذا المصطلح. يعني السيد سلطه صعصع تيقول لك دابا انا صعصع دابا باش انني ما نهضرش على حقي. منين وليت نهضر على حقي ولا تيدير لي هاد المخارج يا اما يصيفط لي بنته
دابا السيدي هاد السيد هذا راه ماشي راه الموتور جا غسبه. هاد السيد راه ديما فيما تنكون انا بوحدي في الدار يا اما تيصيفط ليا بنته تدق عليا وكتعاود تحاول تجبد معايا صداع باش انا نضربها باش نمشي انا للحبس، حيت جميع الطرق جربهم معايا. فايت ليه اقترح علينا واش حنا نبيعوا ليه، قلنا ليه لا. منين صافي هاد السيد ما لقى ما يتكلم لنا، شنو ولا تيدير؟ غير حكا غنصيفطكم للحبس. حنا سيدي مشينا غير الخدمه غير ساعتين تلماكانا، جينا لقينا موحل لينا ساروت في الدار باش انه هو يدخل لهاد الدار، بغى يخرجنا باي طريقه. دابا هذاك السيد راه دابا الموتور راه جا غسبه، شي الموتور جا غسبه، هو راه دابا هاد السيد هذا راه اكسبري داير هاد الشيء كامل باش حنا اما نمشيو للحبس ولا نخرجوا بخاطرنا. حنا قلنا ليه ما غنخرجوش، راه دارنا، راه ماشي كارين، راه دارنا، راه ما يمكنش نفرطوا فيها. الانسان تيموت غا ملكنا، راه ما يمكنش حنا واش الانسان نخرجوا ليه باش هو يبقى مرتاح، راه ما يمكنش. وديما التهديدات، راه غنخرجكم باي طريقه، هي غتخرجوا ميتين، راه ديما تيهددنا بان غيحرقنا، تيقول لنا ها انتم دابا داك الناس اللي ماتوا، البنات اللي ماتوا في السيكتور 4، البنات اللي ماتوا، قال لنا ها هو العامل جا وقف 5 دقائق ومشى، حتى نتوما راه غادي يوقف لكم 5 دقائق وغادي يمشي، انا ما غتصوروا والو. يا غتخرجوا بخاطركم يا اما غتمشيو للحبس يا اما المهم باي طريقه. الموتور انا فاش هو ضرب ليا الموتور، علاش ما كملش كلشي مني انا ضربتيه الطوموبيل؟ هو راه اكسبري. ولادو في هذيك اللحظه راه كلهم كانوا في الدار وما هبطوش، كانوا قاريين ان هذا الشيء كامل غادي يوقع، حيت هو بروفوكاني. قال لي راه امك راه شنو دايره واشنو دايروا، انا ما خليتهاش تغسل على خاطرها وانت غافه على وتاركه، وانا طلعت فوقك وما صورتي والو، وتا دابا ما غتصوري حتى حاجه. كلشي كاين في السيدي. وانا منين طالبت بالخبره على الشهاده الطبيه اللي دلا بها هو، انا راه تهجم عليا وتحرش بيا واغتصبني في الدار في قاع داري، وانا دافعت على راسي، قمشت في وجهه. نعم انا كنعترف دافعت على راسي، وهو مشى كيجري دار شهاده طبيه في البريفي 28 يوم. يعني هذا السيد هذا فين باغي يوصل؟ يعني 28 يوم مني انا طالبت بالخبره ما شداش لي، صافي شنو قال؟ غادي ندير لها حيله اخرى، يا اما نصيفط لك بناتي يا اما راه عندي كلشي موثق، عندي في الفيديو في التليفون كلشي. بنتو جاي مهجمه عليا انا، ولكن انا ما درت لها حتى شي حاجه، كتعاير وكتسب وانا صافي خليتها كتهضر. علاش؟ حيت عرفتها حامله وما باغاش ندير فيها يديه، والقانون راه كاين في البلاد، راه ما كايناش السيبه. وانا راه كله فعل ردته فعل. هو الاول اللي جر لي الموتور بالطوموبيل، ما احترمش الملك الخصوصي ديال الانسان، الملك ديالو. لا حنايا دابا راه في ملكيه خصوص، يعني في الشارع ديال الدوله، راه ما ديالي ما ديالو. دابا سيدي بهاد الخلاصه هو شنو باغي يدير؟ باغي يصيفطني للحبس، باغي يصيفطني للحبس باش انا نخوي ليه البلاصه، ما نبقاش نهضر انا على السطح، حيت انا منين وليت كنهضر على السطح قال لي غنصيفطك للحبس. شافني تمشي عند القايد، مشيت للمحكمه، ما خليتش فين مشيت، ما كاين والو. تيقول لي انا عندي السلطه عليك، ما غتصوري والو. وهو على باش نوضح واحد الفكره، انه هو راه كيطاكيني بفلوسي، اللي شنو هما ان حقي في السطح هو راه كاريه. باني جوج ديال البيوت بدون رخصه ودير دالاكيت وكل، يعني مكمل 12 ايطاج وكاريها بالثمن 3000 درهم، كاريها بيوت. وقال لي ما غتصوري والو. منين انا مليت كنهضر على حقي وليت خايبه. دابا سيدي انا كنطالب حاجه وحده من المسؤولين يتدخلوا في هذا الشيء هذا. السيد العامل الله يرحم لك الوالدين، السيد العامل ورئيس الجماعه كلهم يتضامنوا معايا، ورجال الامن حتى هما يدخلوا في تحقيق. انا مستعده الا كنت انا ظالماه، راه يدكم طويله عليا. غير وكان باش انه يسرب لي الفيديو ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي، راه ما يمكنش حشومه. انا خرج لي على خدمتي، خرج لي على حياتي، خرج لي على مستقبلي. دابا في اي خدمه غنبغي نمشي ندفع فيها راه غيقولوا لي اختي راه ما يمكنش تخدمي معانا. هذا الشيء اللي كاين. راه نعم حسيت بالحقره، حيت انا كون كان بابا معايا في الدار ما غاديش يقدر يتجرأ عليا. كون كان با معايا مازال في الحياه انا ما غيتجرأش عليا. هذا الشيء اللي كاين. شنو الرساله الاخيره ديالك اللي توجهيها للمسؤولين؟ الرساله ديالي للسي العامل الله يطول في عمره، ورجال الامن حتى هما يدخلوا يديروا تحقيق دقيق، والمقاطعه حتى هي تدخل ودير المعاينه ديالها. ملحقه السابعه اللي في مسيره جوج شيقه، راه فايت ليا مشيت عندهم ما مره ما جوج ما ثلاثه. وهذا السيد هذا راه طاغي، تيقول لك راه ما غتصوري مني والو. فلهذا انا كنطالب باش يديروا تحقيق دقيق حول الشهاده الطبيه اللي دلا بها هو عند رجال الامن،
والكاميرا اللي دلا بها تيقول ان حكا راه هذا الشيء اللي باين والشيء الاخر راه ما باينش، راه خصو يدلي بكل شيء عند رجال الامن. كنهضر على الكاميرا الاولى فاش تعدى عليا انا والاخ ديالي بطورنوفيس وهو محاوله اغتصاب، يعني جرد ليا الملابس ديالي كاملين وبلا ما نهضر شنو دار بصباعو. يعني انا ما كنبغيش نهضر بهاد لي ديتاي، راه نتوما غادي تفهموا كل شيء. ما كنحشم منكم وكنتمناكم انكم تفهموني. راه هذا الشيء اللي كاين. كنطالب بتحقيق دقيق وكنطالب بخبره فهاداك الشهاده الطبيه اللي دلا بها هو. كنطالب بالخبره. كيقول انا اللي ضربته، انا اللي ضربته، انا كنطالب بالخبره. الا كانت فري كتساهل داك المده العجز اللي هو دفع فيها فيديكم طويله عليا. وهذا السيد هذا راه كيقلب على السبه باش انا ندخل الحبس. راه عده محاولات تيدير، عده محاولات. لو كان انا ظالمه ما غاديش نركب كاميرا عندي في نفس الطوان. لو كنت انا ظالمه ما غاديش نركب كاميرا باش انا نحمي نفسي ونحمي ولدي ونحمي خويا. راه ما عندي حتى حد في الدنيا، راه عندي غير الله وانتوما. يتيمه الاب ويتيمه الام. بانا ما تخلى عندنا غير عامين. الام ديالنا تكرفصات. العام اللي فات هي راه ماتت الله يرحمها، والجنازه ديالها والجنازه ما خلاهاش تدوز على خير. اون فوا كنسمع الغوات والماما الله يرحمها توفات وتنقول للجيران فينكم. ناض هو الاول تيقول لي ها هي ماتت شنو دات معاها، حتى نتوما غتمشيو بحالكم. اشنو دات معاه هو باي طريقه تيبروفوكوني باش انا نهضر، باش انا نوض ونضربو، باش حيت راه ولادو تيصيفطوه ليا حيت هو راه عنده 80 عام. انا يلاه عندي 27 سنه صافي. هو راه ما بقى ليه والو، ولكن انا باش غيجي يجيب سبتو عليا انا لا. انا باغا المخزن يتدخل في هذا الشيء. راه حنا في البلاد الامن والامان، راه ماشي في الغابه. دابا هو راه باقي في العنصر ديال القمع، ديال الجهل. هو راه جاهل. انا ماشي تنسبو، ولكن راه بهذا الشيء اللي تيدير هذا الشيء راه ماشي نورمال. انا تنهضر معاه بالوثائق حتى هو يهضر معايا بالوراق. انا فيما تنوريه الوثائق هو تيوريني هو الزرواطه، تيوريني دراعه، تيوريني القوه ديالو. انا تنهضر انا بالورق القوه. انا كنتعنى بالورق ديالي، كنهضر انا بالورق، ولكن هو ما تيهضرش بالورق. فيما تنقول يا سيدي ها انت انا كنوريك ورقيه كيف بحال هادو. كنهضر انا بالورق. الوثائق اللي بغاها كاينه، كلشي كاين، المحاضر كلشي عندي، كلشي كاين. السيدي ها هو سيدي، عطيه ليا وحدك. السيدي ها هو ديال الضرب والجرح كلشي عندي هنايا. انا كنطالب بالمسؤولين يدخلوا، حيت الا بقات هاد الصباغه غادا بحال هكا راه واحد فينا غادي يموت وواحد فينا غادي يمشي للحبس. ولادو راه هادشي اللي باغيين تيصيفطوا ليا باهم باش انا نصدق ضرباه شي نهار، حيت راه حتى انا راه غير بشر، راه غير لحم وعظم. حتى انا راه لا اله الا الله. حتى انا راه ماشي نقول لكم انا راه بريئه لا، ولكن هاد السيد هذا راه تعدى عليا. اذا انت راه اش غنقول لك، حسبي الله ونعم. من هذا المنبر تنشد المسؤولين يتدخلوا في هذا الشيء هذا. الامن، رجال الامن، القضاء، رئاسه النيابه العامه يديروا تحقيق دقيق ونزيه. انا راه ثقتي فيكم كبيره، راه ما عندي حتى حد من غيركم نتوما. راه حقي ما غياخذوا لي حتى واحد من غيركم نتوما. الا انا كنستاهل داك العقوبه مرحبا، ما عنديش مشكل، ولكن يديروا تحقيق دقيق فيا وفيه. هذا الشيء اللي كاين. تاخذوا على التدخل ديالكم، وكنشكركم حيت وصلتوا لي الصوت ديالي للراي العام، وهكذا باش الحق يبان. وشكرا لكم بزاف. كما كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام